بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب الكابتن ريش، كلمتين كده يا جماعه عن ماتش الاهلي والاتحاد السكندري. طبعا اول حاجه الحمد لله رب العالمين، والف الف مليون مبروك ان احنا ربنا كرمنا ونتعنا الثلاث نقط. مش عارف ازاي بس الحمد لله ربنا كرمنا. طبعا زي ما احنا قلنا، طول ما انت بتضغط في الدوري طول ما الاداء بتاعك هيبقى من سيء لاسوء. المشكله بس اللي بتحصل كمان ان احنا عندنا عدد كبير من اللعيبه للاسف مستواهم بيقع. انت عندك حسين الشحات شبه مش موجود، تمام. عندك احمد عبد القادر رقص له ترقصتين في الماتش او ثلاثه، وبعد كده بدا عايز يقضيها سبعات وثمانيات وكباري وتصرفات غريبه. طبعا انتهت بالكره اللي هو ضيعها في حلق الجون، تمام. فطبعا استمرارا لان كولر في التغييرات المتاخره جدا كالعاده للاسف برضه هو مستمر. الماتش اللي فات تفائلنا خير وقلنا الحمد لله هيغير بدري، بس للاسف برضه اللي فيه ده ما بيبطلوش. كولر كده كده بيغير متاخر. طبعا عندنا للاسف طبعا يعني مش عارفين نقول ايه، كهربا من كهربا المودست، يعني قلب لا تحزن. يعني واحد كهربا النهارده بيتحرك كويس، لكن بعد كده الفينش مش موجود، مش عارف يتحكم في الكوره، بيتفهمش بيلعب الكوره ازاي، بيتفهمش هو بيفكر في ايه، تمام. واضح ان في كورتين، الكوره اللي هو لعبها بالعرض وجت جامده دي، هو ما بصش اصلا الكوره فين، ما بصش غير وهو بيحط رجله في الكوره. برضو الكوره الثانيه اللي لعبها له اكرم وطلع المهدي سليمان بيقول له هات جون، برضه هو ما شافش المهدي سليمان اساسا، هو باصص تحت رجله للاسف. بس بيتحرك ماشي، بيتحرك صح، ما اعترضناش. طبعا عندنا مشكله كبيره ان انت وجود اكرم مع مروان عطيه مخلين ان انت ما عندكش طلوع بالكوره من تحت نهائي. انت الوحيد اللي عندك بيعرف يطلع فيهم هو امام عاشور. ان طبعا تضييع الفرص مستمر، تمام. في كورتين او ثلاثه النهارده ضاعوا، تمام كويس. طبعا كرة اكرم انا شايف ان هي فاول، الجون اللي جابه اكرم انا شايف برضو ان هو فاول، مفيش مشكله. دفاعيا ما تمش اختبارنا، وانا الحمد لله ان ما تمش اختبارنا، لان احنا بصراحه مع اي ضغط دفاعي الفرقه بتفك. استكمالا للي احنا قلناه، ان مع الضغط الدفاعي طبعا الفرقه عندنا بتفك، دي حاجه. الحاجه التانية الغريبه اللي انا شفتها ولاحظتها النهارده، وهي فكرة ان اللعيبة اللي نزلت برضو ما ادتش بطريقة كويسة. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان كولر اتأخر في التغييرات. صحيح ان طبعا قفشه نزل متاخر، ديانج نزل متاخر، الا ان بنزول قفشه وديانج انا شايف ان مفيش حاجه واو قوي اتغيرت. فكره ان احنا بعد ما جبنا جون كسكسنا والفرقه كلها رجعت ورا، ليه يا جماعه الخير؟ يعني انت جايب جون يتيم وبتلعب الاتحاد برضو، يعني مش بتلعب حاجه جامده قوي، يعني مع احترامنا الكامل لسيد البلد يعني. بس انت دلوقتي انت بترجع قوي، راجع ومستني ايه؟ يعني انت مستني ان انت برضو تستقبل جون؟ هل مستني ان انت تضربهم بالمرتدات؟ طب ما انت المرتدات ما عندكش لعيب في الفرقه في الخط القداماني فايق اساسا. انت عندك حسين الشحات ميت، تمام. عندك احمد عبد القادر يا اما يرقص ويعمل سبعات وثمانيات يا لا، يا اما الكره مش هتتلعب، تمام. عندك امام عاشور برضو للاسف مش فايق. طب وبعدين يعني انت ليه ارجع انا بقى؟ المفروض ان انا اضغط قدر الامكان عشان احمي دفاعي المفتوح بتاعي بالبلدي يعني. ثانيا انا احاول اجيب جون امن بيه الليله دي، لكن انت فضلت لحد الاخر على جون واحد. طب ليه؟ يعني ايه الخوف؟ هل بدنيا مثلا انت الفرقه وقعت؟ طب انت لو بدنيا الفرقه وقعت، مثلا واحد زي حسين الشحات كان ممكن يطلع وينزل واحد زي رضا سليم، تمام. او حتى احمد عبد القادر يطلع وينزل رضا سليم، ايا يكن. النهارده حسين الشحات عمل اسيست، لكن هو مش اسيست بمعنى الكلمه. الكره اصلا هو رافعها اصلا وحشه، لولا ان هي خبطت في لعيب الاتحاد ونزلت قدام كهربا ما كانتش هتبقى اصلا اسيست. هو الكره اصلا ما كانتش هتوصل للعيب لكهربا اساسا. دي حاجه. ان احنا قعدنا الشوط الاولاني كله تقريبا جبهه كريم فؤاد وجبهه يا ربي عمر كمال ومعاهم اكرم ومعاهم حسين الشحات شبه برضه ميته. انت بتلعب اسطمبه واحده بس، انا هلعب ان انا العب كور طويله او اسقط كور لكهربا واعتمد ان كهربا يتحرك، هو دي الطريقه الوحيده اللي انا بعملها، تمام. طب وبعدين ما عندكش غيرها؟ صحيح كان ممكن كهربا يعمل منهم جون، لكن مفيش اي فكره تانية. احنا ما عملناش اي حاجه. احنا لا الناحيه الشمال بنعتمد فيها بس على احمد عبد القادر انه يرقص ويعدي، وطبعا قرارات زي الزفت. ومع الوقت المدافع بتاع الاتحاد حفظ طريقه احمد عبد القادر، وحفظ ان هو عايز يرقص مش عايز ان هو يلعب. دي برضو مشكله تانية، تمام. بس هنقول يعني في الاول وفي الاخر احنا هنقول برضو الحمد لله. انا بس كنت عايز اعلق كمان تعليق صغير على فكره ان انا اطلع كهربا وانزل مودست. ماشي اطلع كهربا انا ما عنديش مانع، لكن مش المنطقي وانا مكسكس وراجع قوي ورا، تمام، ان انا انزل مودست. طب انا كنت انزل رضا سليم يجري بقى وخلاص. انت عايز اي لاعب يجري، انت مش عايز اكتر من كده دلوقتي على الوضع اللي انت فيه ده. ثانيا احنا ما ينفعش ان احنا نستمر في كل الماتشات على فكره ان انا اقعد لحد اخر دقيقه بالبلدي مش ضامن نفسي ومش ضامن البس جون ويضيع عليا الثلاث نقط، او الفرقه تتعادل، او ان انا اتغلب. جماعه الخير ما ينفعش، لازم ندوس قدر الامكان. انت طالما تقدر يا عم، انت عندك 5 تغييرات،
حاول ان انت تسيستم الدنيا معاك ان الخمسه ينزلوا، ونزل لي الخمسه بدري، ما تستنيش لحد اخر حاجه ودقيقه حاجه و70 وافكر انزل قفشه وانزل معاه ديانج يا جماعه. طب باي منطق؟ طيب يعني دي حاجه برضه انا مش فاهمها. بس في الاول وفي الاخر بنقول برضه ان الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين ان احنا كسبنا، الحمد لله خدنا الثلاث نقط، وربنا يكرم كده ونكمل ماتش ورا التاني ورا التالت عشان نفضل ضاغطين ورا بيراميدز باذن الله. يلا سلام عليكم.